لبان الذكر غني بزاف بماده الكولاجين اللي كيحتاجها البشره ديال الانسان، اللي كيحتاجها الانسان عامه من الداخل وعلى برا. فكيف ما كتعرفوا الانسان قد ما السيده بالخصوص قد ما كتقدم في العمر كيخصها ماده الكولاجين كتنقص في الجسم ديالها والانتاج ديالها كينقص بكيفيه كثيره. لهذا اخترنا اليوم واحد الماسك خطير والمكونات ديالو جد بسيطه، وكذلك كيتباع بمبالغ طائله في الماسكات ديالو اولا الكريمات اللي داخل فيهم هذا المكون هذا العجيب اللي احتاروا فيه الاطباء راه كيتباعوا غاليين. غادي نصيبوا حنا في الدار بابسط الاشياء، وصدقوني راه كيجي واعر وكيبان النتيجه ديالته في الوجه بالخصوص من النهار الاول كديري كتحسي به انه كيجبد لك البشره ديالك. السلام عليكم ورحمه الله. اليوم ماسك خطير ديال العيد، خليته العيد بالعاني باش تنفعوا منه بزاف. الصراحه زوين بزاف، وانا كنت درتو شحال هادي ومنكت عليه مده طويله لان ما بقاش عندي، ومشيت طبرت في واحد الكميه اللي هي قليله الصراحه، ولكن زوين واعر وعزيز عليا. هذا الماسك الصراحه عزيز عليا، من الماسكات اللي كيديروا نتيجه دغيا، يعني ما كتعطلش النتيجه ديالته دغيا كتبان لك. كتاخدي لبان الذكر بحال هكايا وكترقديه ليله كامله او لا جوج الليلات. المهم الليله وحده اللي رقدتوها هو كيف كتشوفوا كيطلق اللون ديالو بحال الحليب غادي للحليب. وباش كتعرفوا اصلي يعني كيطلق داك اللون نقي وبيض بحال الحليب، وهو ملي كتضغطي عليه باليد كيف شفتوني كيولي بحال المسكه ولا بحال العلك كما كيقولوا العلك. وها هو في الصوره راني حطيته لكم في الصوره في الاول باش تشوفوه عند العطار. وملي كترقديه فاش كتعرفي الحر من ماشي الحر، الحر كيذوب وكيعطي اللون ابيض، وداك اللي ماشي حر كيعطي اللون مخلوط بحال فيه التراب وبحال مرون قهوي، ما كيعطيش اللون ابيض. وهذا مازال غادي يترقد ليله واحده اخرى هذا الماء، وغادي يعطي اللون اكثر بياض، يعني غادي كيولي بحال اللون ديال الحليب. هنا كنضيف لهذا المكون هذا غير واحد معلقه تقريبا كبيره ديال مايزينا اللي معروفه اولا دقيق النشا اولا الذره، وكنحرك مزيان بهذا بالفوي باش يتحرك ليا مزيان بهذا ديال سميتو، باش كيتحرك مزيان باش ما يبقاش فيه دوك التكتلات. وكنديرو في باماغي اولا في حمام مريم عاده كنحطو فوق البوطه باش كيطيب، وكنبقى عيني عليه يعني مع التحريك المستمر باش ما يبقاوش فيه التكتلات اولا يقصح، راه هو دغيا كيوجد وكيولي كريمي كيف كتشوفوا. القوام ديالو زوين صراحه كيضاهي دوك الكريمات الغالي اللي كيتباعوا اللي ما تقدروش الصراحه كنبغيو نشريوهم كنتلاقاوهم غالي في الثمن. شوفوا كيفاش دايره التكستور ديالو واعره الصراحه. انا غادي نزيد ليه هنايا الجليسيرين، وممكن حيت عندي الجليسيرين بيوس نقي وزوين وكنضيفوا بزاف على ود القشره اللي كتكون في الوجه. فحتى انا كتكون فيها ديك القشره في الوجه الصراحه مع البروده اولا كتولي فيها ديك القشره. وهذا واعر هذا الجليسيرين مع اي وصفه. واللي عندها زيت العود زيت الزيتون هكا البكر، ماشي داك الزيت ماشي زيت الزيتون اللي كناكلو، زيت الزيتون ديال اللوجه ديال الجميل اولا زيت الارغان اولا زيت اللوز الحلو، يعني اي واحد في هادو كتضيفيه ليه باش هكا كيبقى مده طويله وكيعطيك واحد الرطوبه واحد تفتيح رائع صراحه. وكتحسي به كيف ما كديري على البشره ديالك. هاد الماسك كديري على بشره نظيفه من طبيعه الحال. هذه غادي نحتفظ بها انا في الثلاجه، وهذا اللي بقى عندي غادي نستعمله. فما خليتش ديك كاسرونه تقول ولو قطره وحده لان هذا الماسك فعلا غني وزوين بزاف. وبالنسبه للماء ديال لبان الذكري كيبقى عندك مده طويله صالح، ما كيفسدش نهائيا ما كيخسرش نهائيا. فممكن تحطيه في بخاخ وتبقاي ترشيه على البشره ديالك. كيف ما ممكن هذا المنقوع هذا تخليه يبقى دائما مرقد فيه هذاك، قد ما كتخليه مرقد قد ما كيعطي بياض اكثر، كيولي بحال الحليب، يعني بحال كتحصلي على حليب ديال لبان الذكر. وكتبقاي تمسحيه، ممكن تستعمليه كيف بالخصوص الناس اللي فيهم الحبوب فيهم بلاصه ليطرس ديال الحبوب، كتمسحيه على الحبوب ديالك يوميا 2 مرات في النهار كاع الا كان وجهك فيه الحبوب بزاف اولا فيه ليطرس لي بوان نوار ولا. فمع المده كيعالج البشره من العمق، صدقوني كيعالجها من الداخل ديال البشره وكيعطيها الكولاجين اللي كتحتاجو اللي كنفقدوه مع الاسف مع التقدم في السن عادي كنفقدوا الكولاجين. فهكا كتعوضيه يا اختي، ما كيبقاش نهائيا عندك داك النقص، وكتحصلي على بشره نضره ولامعه ونقيه بزاف. كتبان لك الفرق دغيا. والصراحه كيجبد البشره. هو في النهار الاول فاش غديري كتحسي بالبشره تاعك كتجبد كتقولي ناري شنو هادشي، ولكن كتغسلي كتحسي واحد البشره
فيها البريق وزوينه ونظيفه بزاف، خصوصا العيد ان شاء الله راه غديري غير شويه ديال المكياج وغادي تلقاي البشره ديالك واعره. حتى لهنا كنقول لكم عشاكم بروكا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.